الدليل الثاني اللي يستدل به في صحيح مسلم زاده حديث صحيح الورود، غير ما هو صحيح الدلالة، به اللي حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه زار أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت له أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هذا يستدل هم به على أن الوساه ما استغفر لها، على أنها بها اللي كش مشركة وبها اللي في النار. إذا بعد ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولم يأذن لي أن أستغفر لها لأنها مشركة. فهمتوا؟ إذا ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استنتاج منهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له الله أن يستغفر لأمه، به للنبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ومنين يستغفر لأمه التي ماتت في قبل البعثة في زمن الجاهلية، وكذلك أبوه مات في زمن الجاهلية، بزنا الله نرجع لذاك الموضوع. ما أذن له يستغفر به، منين يستغفر لهم؟ لا يتم الصحابة يستغفروا لأباتهم وأماتهم اللي ماتوا زادهم في زمن الجاهلية، وهم في مشيئة الله. فهمتوا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له الله أن يستغفر لأمه. بهاش به لو كان استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه ليتم الصحابة كامل يستغفروا لأمهاتهم، وأمهاتهم ماتوا في الجاهلية، الله أعلم بعاقبتهم وخاتمتهم. وأولاهم بينوا على الذل ماتوا في الجاهلية كامل، ماتوا في الفترة، ماتوا في الفترة. ومولانا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقريش ما بعث إليهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك الله تبارك وإذا قالوا مولانا في القرآن، قال مولانا في القرآن آيات كثيرة تدل على أن قريش ما وبعث لهم نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزل عليهم كتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومولانا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. ولا نقول لكم بعض الآيات اللي تبين أن قريش ما قد جاهم نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قال مولانا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. هذا الخطاب الضمير ما آتيناهم اللي هم قريش من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك اللي هم العرب كامل، وكذلك الضمير الأول اللي عايد على العرب كامل به لقريش لا نموذج منهم. وهذا ما هو أنا القايله خرص تفسير ابن كثير وخرص تفسير الطبري. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبيا قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتوا؟ إذا معناها أنهم أهل فترة. ومولانا ما يظلم، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم في قول، وقيل أنه مات بعد مولده بشهرين، وذاك نتكلم عليه في السير. وكذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وعمره قيل 4 سنوات وقيل 8 سنوات. إذا سمعت قال صاحب قرة الأبصار: وخلفته أمه ابن 4 سنين والجد ابن ضعفها فعي. معناها أنه ماتت آمنة بنت وهب قبل النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، معناها قبل بعثته ب36 سنة، معناها ماتوا في زمن الفترة. والله تعالى ما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا غير هم ذا كامل ينوى أعناقه حتى إياك يعدلوا والدين النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله في النار. ومن الأدلة على أن القريش والناس اللي ماتت قبل البعثة ماتت في زمن الفترة آيات ما توفى في القرآن. منين تقرأوا القرآن تجبروا فيه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وردت ياسر من المرات في القرآن. إذا معناها على أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتوا قبل البعثة من العرب هذو ناجين لأنهم بعد قاع ماتوا في زمن فترة ما بعثهم النبي. وقيل على أنهم قاع بعثهم الله فآمنوا. ولا يجوا لدلة لدلة من القرآن ومن السنة أعلن آباء النبي صلى الله عليه وسلم من عند والده عبد الله إلى آدم عليه السلام، أعلنهم كاملين في الجنة وأعلنهم كاملين موحدين. من القرآن بعد قاع قول الله تعالى:
في الآية رقم 220 من سورة الشعراء قال تعالى قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذه الآية خرصوها في سورة الشعراء، هي الآية رقم 220. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قالوا المفسرين والله بعضهم ويرى تقلبك في الساجدين أي في الأصلاب الموحدة، إلى وانتقالك من الأصلاب الموحدة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن خرجت من أبويك. معناها النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده أبو ما هو موحد قاع. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما عنده أبو ما هو موحد، ولا عنده أمه موحدة. الساجدين أي الموحدين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، في الساجدين أي الموحدين، وتقلبك في الساجدين أي انتقالك من الأصلاب الطاهرة الموحدة إلى الأرحام الطاهرة الموحدة إلى أن خرجت من أبويك. هذه الآية تفسيرها خرصوه في كتب التفسير، وخرصوه في الحديث. لا نقول لكم بعض الأحاديث اللي تشهد اللي نقوله، إياك تعرفون ما هو تفسيري أنا ولا هو أنا اللي قايله. فروى البزار والطبراني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيا. هذا رافع الحديث، ابن عباس رافع للنبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ذي الآية. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي انتقالك من الأصلاب من نبي إلى نبي إلى أن صرت نبيا. من نبي إلى مشو إلى أن صرت نبيا، معناها إلين عاد نبي. سمعتم معناها الانتقال من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. وهذا الحديث اللي راوي قلنا أنه البزار والطبراني رجاله ثقات، معناه أنه حديث صحيح محتج به. ايوه لا يجيبوا حديث أخرى كثيرة ما توفق. شو قرأ الطبراني وأبو نعيم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم خلقه قسمين، إن الله قسم خلقه قسمين فجعلني في خيرهما قسما، ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرهما ثلثا، ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا. فذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية في هذا الحديث فيه وجهين لدلالة نجاة وتوحيد آبائه وأجداده. الدليل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه اختار له الآباء والأجداد، ما قد تنقسم قسمين مع عاد النبي صلى الله عليه وسلم في خيرهما. والله لا يختار المشركين، الله لا يختار المشركين، وهو قال عنه اختار له ما قد تنقسم قسمين مع عاد النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلهما. وهذا يشهد له حديث آخر كثير ملي، حديث صحيح راويه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وراويه الطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. إذا شو هذا الحديث؟ خيار من خيار، معناها الله تبارك وتعالى يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم النسب الشريف الطاهر، والكفار ما يختارهم مولانا به. اللي مولانا قال إن الله لا يحب الكافرين. فهمتوا؟ إذا هذا الدليل الأول في الحديث اللي ذكرت لكم، أعلن آباء النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف عنه نسب مختار ولا يقدر يعود فيه مشرك أبدا. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاده بالآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس شنو هو اللي تعهد مولانا بإذهابه عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها آباؤه وأجداده كما يدخل فيها أبناؤه وأحفاده إلى يوم القيامة. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس، الرجس تنقال الوسخ
وأول الأرجاس الشرك والكفر والمعاصي، هذه هي أول الأرجاس. والرجس هون في هذه الآية مفرد معرف، والمفرد المعرف من صيغ العموم بإجماع الأصوليين وأهل اللغة. معناها مولانا أحد منه يمشي عن آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده الأرجاس والأنجاس، والأول منها الشرك والكفر، بينما خارج رجس أرجس ولا أخبث ولا أشد وسخا وقذرة من الشرك والكفر. إذا معنى ما في آباء النبي صلى الله عليه وسلم مشرك ولا كافر. إذا سمعتوا، إذا هذا دليلين من ذا الحديث الصحيح اعلن آباء النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ناجون، وعنهم موحدون، وعنهم مختارون، وعنهم من أهل الجنة. بين مولانا قال وما كنا معذب، قال ما يفعل الله بعذابكم وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.